السلام عليكم مشاهديني على قناتي أم محمد الفياض. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وأهلا وسهلا بالجميع. وصفتنا لليوم من ألذ الوصفات والحلويات الرمضانية. رح نعمل مع بعض القطايف بمكونات بسيطة وبطريقة مضمونة 100%، ورح أحكي بالفيديو عن أسرار نجاحها. خليكن معي لآخر الفيديو لنشوف المكونات ونشوف الطريقة، وبتمنى إنكم تستمتعوا بمشاهدة الفيديو. ويلا نروح على طريقة التحضير. لعمل القطايف الرمضانية بنحتاج 2.5 كوب مي دافية، وهون سعة الكوب 200 جرام، وفيك تستخدمي أي كوب متواجد عندك، بس المهم يكون بنفس المقاس. وراح احتاج هون 2 معالق كبار من حليب البودرة، وراح نزل عليهم معلقة صغيرة من نشا الذرة. وهون عندي طحين، كوب من الطحين، طحين الفرخة، طبعا هذا أنعم نوع بأنواع السميد. وراح بحتاج هون كوب طحين عادي متعدد الاستعمالات، وكمان هون عندي سعة الكوب 200 جرام. وراح احتاج 3 معالق سميد ناعم، وراح نزل عليهم معلقة كبيرة من القطر الثقيل. هي معلقة القطر بتعطيها لون حلو للقطايف. وهون ما راح نحط سكر بنوب، وراح ضيف معلقة صغيرة خميرة مدوبتها بشوي صغيرة مي، وراح ضيف ذرة صغيرة ملح مثل ما لكم شايفين. هيك صارت المكونات جاهزة كلها لنخلطها مع بعضها. مدة الخلط كانت عندي 7 دقايق، لازم نخلطه منيح مشان يتجانس الطحين مع الخميرة. هون هلأ بصفيه مشان إذا في أي تكتلات من الطحين نصفيها بالمصفاية. هلأ بتركه مدة 25 دقيقة بغطيه. وبعد مرور 25 دقيقة راح ضيف ربع براس المعلقة مثل ما لكم شايفين، معلقة صغيرة كربونات الصوديا، ديروا بالكم أكتر من هيك تكتروا. وراح أتركها مدة 5 دقايق، ومن بعدها بنشتغل فيها، يعني صارت مدة التخمير نص ساعة. وهلأ هيك إذا عندكم هاي المكنة كتير بتريح، خاصة هاي للقطايف وللبانكيك. ما عندكم هاي فيكم تعملوا بالمقلاية، وأنا هلأ كمان رح أجرب لكم بالمقلاية للي ما عنده هاي المكنة. حابة أحكي هون عن معلقة النشا الصغيرة اللي حطيتها بالمكونات. أول شي كمان هي سر من أسرار القطايف، بتعطيها قرشة، بس بشرط ما نزود النشا، يعني الكمية اللي حطيناها بكفاية معلقة صغيرة. إذا زدتوا الكمية بتزيدوا النشا شوي صغيرة. إذا كترتوا نشا فوق الكمية المطلوبة بتعطيها نتيجة عكسية، رح تعطيكم بدل القرشة كتير تطلع معكم قاسية. وبالنسبة لدرجة حرارة النار، ممكن أول وحدة وتاني وحدة ما تزبط عندكم، لتعدلوا درجة الحرارة. أول ما نبلش بنحط درجة الحرارة على الوسط، من بعدها بنخفضها شوي صغيرة. كمان هون حابة أحكي عن شغلة سر من أسرار القطايف الناجحة، هو القطر الثقيل. بالنسبة لمقدار القطر، 2.5 كوب كبار سكر وكوب مي، بنحطهم على النار ليغلوا، ومن بعدها بنحط عليهم معلقة كبيرة من عصير الليمون. بيغلوا دقيقة 2، ومن بعدها بنطفي تحتهم وبنتركهم ليبردوا تماما. وهلأ هون بنروح بالنسبة للحشوة. أنا هون راح أحشيها جوز، وفيك تحشيها قشطة، طبعا بترجع كله حسب الرغبة. راح استخدم هون كوب كبير من الجوز، وراح اطحنهم، بس ما راح كتر عليهم طحن، يعني شي بسيط. هلأ هيك صار جاهزين مثل ما لكم شايفين. راح اضيف عليهم هون 2 معالق كبار من جوز الهند، ونص معلقة صغيرة قرفة، وراح اضيف معلقة كبيرة سكر. راح حركهم منيح، ومن بعدها راح نحشي فيهم القطايف. طبعا بالنسبة لحشي القطايف حاولوا ما تتركوا العجينة لتاني يوم، يعني وهي لساتها تازة احشوها، بعطيكم نتيجة كتير حلوة. وقت نتركها بالبراد لتاني يوم راح تكسر معنا.
وراح تغلبنا كتير بالشغل. الأفضل إنه نحشيها وهي لساتها تازة. وراح أحكي هون بالنسبة لدرجة حرارة الزيت راح تكون كمان على الوسط. بنحط كمية القطايف، وبعد ما تشقر من الأطراف بنقلبها على الجنب التاني. وبالنسبة للقطر يكون تقيل. طبعا بنطالعها من الزيت مباشر، بنصفيها منيح من الزيت السخن على القطر التقيل البارد. يعني القطايف سخنة والقطر بارد جدا. ما رح نطول عليها بالقطر، بس مجرد ان نغطى منيح هيك بالقطر ونطالعها على الطبق. إذا مشيتوا على نفس الطريقة ونفس الخطوات أنا متأكدة 100% إن شاء الله رح تعطيكم نتيجة كتير روعة، ورح تعجبكم، ورح تكون معكم قطايف ناجحة 100%. يعني ما شاء الله قطايف ولا أروع من هيك وصفة. وهيك اليوم بتكون خلصت وصفتنا، وإن شاء الله تكون نالت إعجابكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك للفيديو والمشاركة بقناتي والضغط على الجرس ليصلكم كل إشعار بكل وصفة بنزلها على قناتي. الله يعطيكم ألف عافية مع وصفة جديدة.